يا اهلا بالحلوين وجولة في سوبر ماركت العصيمي حدائق اكتوبر، لسه فاتح جديد يا بنات. فاللي من حدائق اكتوبر جنبي هنا يلحق بقى، فيه عامل شوية عروض حلوة قوي. هاخدكم كده معايا النهاردة جولة ان شاء الله تعجبكم. قبل ما نبدأ بقى لايك سبسكرايب للقناة ويلا نكمل الفيديو. اول حاجة الجلاش اللي شفتوني بحطه في العربية ده اول الفيديو اللي هو سلام ده، عامل عليه عرض الواحد 350 جرام ب 11 جنيه، فحلو جدا جدا. وفي سكر عنده عامل برضو 31، برضو كويس جدا، هو كيلو. جبت منه برضو و بشوف كده في كمان الاسماك والحاجه كده، قلت اشوف يعني عليها عروض وكده، فما لقيتش الصراحه يعني العرض كويس، فما جبتش منها. بس تعالوا برضه اقول لكم عنده تقريبا الرنجة ب140، وال ايه تاني. بس لكن اسعار بقى الجمبري والحاجات دي كانت اللي هي العادية خالص. فانا طبعا هجيب الضروري جدا والحاجات اللي انا محتاجاها، والايام دي لازم نعمل كده. انا نازله اجيب الحاجه اللي انا كاتباها واللي انا محتاجاها. انا كنت بدور على عسل امتنان، انا آه يعني لقيته، بس ما لقيتش لقيت سعره بقى عالي قوي. فكنت هجيب مرام، ده كان عامل حوالي 88 جنيه 450 جرام، بس انا مش عارفاه، فاللي يعرفه يقول لي عليه. والنسكافيه بصراحة انا جبته من بيم، جبت ابو عوف. وكده زي ما انتم شايفين كده، قلت اخدكم جولة بما انكم بتحبوا بقى ايه، يعني تتفرجوا على الجولات والحاجات دي، ان شاء الله يعجبكم يعني الفيديو. كان عامل برضو عرض، والعرض ده لسه مستمر، على زبادي لبنيتا 105 جرام ب30 جنيه، 6 قطع. انا جبت واحدة فانيليا وواحدة سادة للولاد. عرض حلو جدا. انا عايزة اقول لكم المراعي 105 ب8.5. بصراحة الأجبان عنده أغلى من بيم، يعني أنا بقى لو أعمل لكم مقارنة ما بين العصيمي وبيم، لأ بيم عنده أرخص من العصيمي في الأجبان الصراحة. حتى الجبنة المبشورة كانت لا كانت يعني هو عامل عروض حلوة. الحاجات اللي انا جبتها بس هي دي اللي عليها عروض، اما باقي الحاجات بصراحة انا لقيتها لا لقيت عنده العروض الاسعار فيها اعلى من بيم، فجبت باقي حاجتي من بيم. الزيت هنا كان زيت صاني، عامل 2 كيلو و400 جرام، ده كان عامل 193. فحلو قوي. ونزل النهارده بقى اليوم اللي انا بكلمكم فيه ده، النهارده واحد كل سنه طبعا وانتم طيبين، نزل ب198، فرخص 3 جنيه عن ما انا كنت جايباه امبارح. فحلو قوي وعرضه كويس جدا، لان سلايت مثلا او كده الاتنين وربع عامله تقريبا 210 او لا 215. ملح النور ده من انضف انواع الملح اللي هتجيبوه يا بنات، حلو جدا جدا. الباكت ده ب4.5، حلو جدا جدا. كنت عايزة توابل ويلز بس ما لقيتش غير شيفي وكنور وكده. انا بحب ويلز، التست بتاعها حلو جدا جدا، فهجيبه من بره. كان عامل عرض برضو على السجق هنا والكفتة والبرجر ب300، واللحمة بقى عنده 400 450 على حسب القطعة اللي انت هتجيبيها. لبن ميرو ال400 جرام كان عامل 125، والربع كيلو ال250 جرام كان عامل حاجة و80 جنيه. تمام. انا ما بجيبش نيدو، ميرو تحفة جدا يا بنات. يعني لو اقول لكم على اللبن باودر تجيبوا ميرو وانتم مغمضين عينيكوا، حلو جدا جدا. الرز غالي يا بنات، ومش عارفة ايه بقى اللي احنا فيه ده. سوري بقى على صوتي، واخدة دور برد كده. غالبا يعني الرز بيبدأ من 27 وانتي طالعة بقى كده. فغالي قوي، مش عارفة ليه، ودخلت رمضان كده الرز عامة بيغلى. وخل بقى، بص خل جاردينيو ده انا لقيته هنا ب19 جنيه، والنهارده اليوم اللي هنزل لكم فيه الفيديو ده نزل يا بنات عامل 9.5. انا جبت وادي فود، بس رجعته تاني لما عرفت العرض ده، وقلت هجيب بقى، قلت هنزل النهارده لان هو جنبي هنا اجيب جاردينيو برضو كويس. يعني هتجيب الازازتين جاردينيو بتمن ازازة واحدة من وادي فود مثلا، او جاردينيو بتمن النهاردة. المكرونات زي ما انتم شايفين عفوا، ال400 جرام ب12 اللي هو لمتنا وستار برضو، والكيلو عامل 30 وعامل حاجة و30.
طبعا بقى انا بجيب الحاجة اللي انا شايفة ان هي هتبقى ماشية على حسب الميزانية اللي انا عاملاها لنفسي. بس انا قلت برضو ايه، ناخد جولة، ما يمنعش ان احنا نتفرج على كل الاسعار عنده ونعرف. كان عنده رز ب24 جنيه بس مكسر جدا، يعني انا حتى المحشي مش هتعرفوا تحطوه فيه. طبعا كنت واخدة جوجو معايا عشان ايه تونسني وتشيل معايا طبعا يعني. انا بصراحة الشهر ده هجيب المكرونات سايبة يا بنات. هجيبها سايبة في عطار عندي هنا، فهجيبها منه سايبة. هشوف الحاجة اللي انا عايزة اوفر فيها هبدأ ان انا اوفر فيها. عنده بقى حاجات هنا من الادوات يعني المنزلية تحفة يا بنات بس غالية جدا. بصوا قطع التوزيع دي سيليكون، ودي الايد بتاعتها ستانلس، تقريبا 140 جنيه القطعة الواحدة، وفي اغلى من كده كمان. السكوب ده كان عامل حاجة و30 جنيه، يعني تحطي مثلا في منظم رز او دي او كده. وبصوا هنا برضو نفس القطعة دي، بس دي بقى ايه هناك استانلس، الناحية التانية استانلس، دي خشب برضو. بصوا دي عاملة 115 في 140. بصوا بس هي غالية، بس الماتيريال بتاعتها حلوة جدا. تقريبا دي اللي بتعمل ايس كريم برضو، كان سعرها مبالغ فيه بصراحة. الصواني اللي تحت دي عاملة 400 و500. قوالب التلج دي عامل حوالي حاجة و50 و60 وكده اهو زي ما انتم شايفين. بصوا القطاعة دي يعني معاها تقريبا، هي بتاعة الفطار بقى، بتاعة الجبن والحاجات دي، كانت عاملة 400 جنيه. انا مش عارفة ليه، او 400 لحاجة بسيطة، يعني انا مش عارفة ليه بصراحة. كمان بقى الحاجات بقى اللي هي بتاعة التغليف، يعني بص رول البوتاجاز ده كان عامل حاجة و30 جنيه. ليه ما نروح نجيبه من حل المنظفات ب20 جنيه يا ولاد؟ والكب ده بتاع اللي هو بتاع الكب كيك ده حلو برضو. بص طقم التلاجة ده تقيل جدا يا بنات، بس انا معرفتش تمنه ايه، ما كان بصراحة كان تايه كده، بس تقيل قوي. الماتيريال بتاعته برضو كانت حلوة. لا بس انا وقعت في حبي قطع التوزيع دي، وقعت في حبي فيها. يعني بص ايه ده، وقعت في حبي فيها ايه؟ وقعت في غرامها. بس الستانلس احلى الصراحة. بص دي بتاعت المكرونة السباكيتي، لا حلوة قوي. انا جبت زي ما انتم شايفين الحاجه اللي انا محتاجاها بس ضروري. حتى جيت عند الكاشير ورجعت الكاتشب، لقيت العرض اللي هما كان في المجله مش هو اللي نازل، فطبعا رجعته. البرسيل بقى والحاجات دي كان عامل برضو عروض على الاوكسي حلوه جدا. بصوا المنظف ده اللي هو شير ده نازل تقريبا من 25 ل 19 ونص، قلت اوريهولكوا برضو. والتايد طبعا التايد مقاطعة يا بنات عامل برضو 135 اللي هو ال6 كيلو. والاوكسي تقريبا برضو الجل عامل 145 في الحدود دي. في لافيتا بقى ده اللتر عامل 100 جنيه. وتقريبا وال400 جرام عاملة، او 400 جرام عامل 50 جنيه. بس انا بحب فريدة بصراحة يعني. والصابون ريفولو ده اللي هو الاربعة عاملين 45 جنيه. اسفة بقى على صوتي عشان دور البرد اللي انا واخداه. الشامبوهات بقى والحاجات دي موجودة برضو. نازل عليها عروض، بس يعني ايه، انا حسيت العروض كانت اكتر، كانت على الزيت، على السمنة برضو. يعني سمنة روابي اللي هي بالقشطة دي ب151، عنده بره ب160 وب100. بس فاحنا نختار بقى الحاجة اللي نعرف نوظفها كويس وسعرها يبقى كويس برضو. بس مش هقدر اقول لكم غير هاتوا الضرورة في الظروف اللي احنا فيها دي، مع كل حاجة غليت، الزيت غلي، السمنة غليت، الرز غلي. فنجيب الحاجة الضرورية ونشوف الأماكن اللي عاملة عروض ونروح نجيب منها. يا رب يكون الفيديو كان خفيف عليكم وعجبكم. ولو حبيتوا الجولات ان شاء الله قولولي وانا اعمل لكم في اماكن تانية. واشوفكم فيديو جديد، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة ان النهاردة 1 رجب. وربنا يبلغنا رمضان يا رب، لا فاقدين ولا مفقودين. واشوفكم فيديو جديد. باي باي.